اهلا بكم جميعا. كلامنا النهارده عن موضوع مهم جدا. ممكن حد يجي ياخد رايي في حاجه وانا اوضح له رايي بكل وضوح، ولاني بره الموضوع ببقى شايف الصوره اشمل وببقى شايف الموضوع من كل زاويه، ومشاعري مش متورطه في اللي هو بيحكيه، فبالتالي بقدر ان انا يكون حكمي صائب شويه او رايي صح اكتر من رايه. طب ممكن هو ما ياخدش بكلامي اصلا ويروح يعمل اللي في دماغه ويخسر او يحصل له مشكله او ايا كان، ويرجع بعدها يحكي لي. ساعتها اقوم انا قايل له: مش قلت لك عشان تبقى تسمع الكلام؟ انا قلت كده من الاول. ما انتوا لو بتسمعوا الكلام ما انت سائلني وانا قايل لك وانا كذا وانا كذا وانا كذا. انا كده بالظبط، يعني بحاول اقلد الشيطان لما قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انا هنا كل اللي انا بعمله اني بضغط على الشخص اللي قدامي عشان ابين له قد ايه ان انا رائع وقد ايه ان انا جميل، وبغذي جزء الكبر اللي جوايا اللي بيخليني شايف ان انا احسن من اي حد. ومفيش مشكلة خالص ان انا اضغط على انسان مجروح او متألم او في ازمة لمجرد بس اني اكد لنفسي اني رائع ومش بغلط ومفيش مني اتنين. ولو رجعت الموقف ده، ان مين اللي مستفيد من كلمتك دلوقتي؟ انا قلت لك ما كذا. مفيش حد مستفيد اصلا غير الجزء اللي جواك اللي عايز يحس ان هو يعني ذو قيمة يعني. طيب دلوقتي لو الموقف ده حصل والشخص ده وقع في مشكلة ما او خسر او ايا كان، وجه بيقول لي ده حصل واحد اتنين تلاتة، ساعتها قدامي اختيار من اتنين. ممكن ساعتها اقول له: مش قلت لك عشان تبقى تسمع الكلام وما الى ذلك. طب ايه النتيجة؟ النتيجة ان الشخص التاني بينفر مني وبيحقد عليا وبيتضايق من كلامي. ان ده بالنسبة للطرف الاخر. طب بالنسبة لنا بقى، بالنسبة لنا بكل بساطة اني بغذي الجزء اللي فيه كبر جوايا. طب ايه المشكلة؟ مش انا لما يبقى جوايا كبر يبقى عندي عزة نفس؟ لا، الكبر حاجة وعزة النفس حاجة تانية خالص، ده موضوع تاني. الكبر اللي جوايا ده اللي بيقولي انت مش بشر وما ينفعش تغلط ولازم تبقى ماشي كده يعني بدون اخطاء، وده مش هيحصل. فانا لما بغذي جزء الكبر اللي جوايا ده ما بحترمش انسانيتي، فلما باجي اغلط ما برحمش نفسي، افضل الوم نفسي وافضل ادخل في جلد ذات وافضل خايف من رد فعل الناس التانية لما يعرفوا ان انا غلط، ويبقى صورتي قدام نفسي سيئة جدا لاني مش بحترم ان انا انسان وبغلط. لا، انا دايما شايف ان انا كلامي صح، فبالتالي لما بغلط ما برحمش نفسي. فبالتالي لما حد يجي يقول لي ان عنده مشكلة بعد ما اكون نصحته، مش لازم بقى افضل اذيه واضايقه واساعده ان يبقى فيه حقد في قلبه، في نفس الوقت الغي انسانيتي ومرحمش نفسي لو غلطت. طب ايه الاختيار التاني؟ الاختيار التاني ان انا احتويه، ان انا اقول له: عادي، وايه المشكله؟ ما كلنا بشر. حتى لو قال لي انا غلطانه اني ما سمعتش كلامك، ما اقولوش: شفت عشان بس تبقى تسمع كلام المره الجايه. لا طبعا مش هينفع اعمل كده. اقول له: لا عادي، حقك تغلط، وايه المشكله؟ ما كلنا بشر. طب تعالى نشوف هنصلح ده ازاي. طب تعالى نشوف هنتجاوز الخساره دي ازاي. ساعتها الطرف الاخر بيمتن ليك، لان الانسان ما بينساش اللي وقف جنبه في وقت تعب او في وقت خساره او في وقت مشكله. الانسان ده بيمتن ليك، دي اول حاجه. تاني حاجه، انت بتساعده ان هو يتجاوز الازمه بتاعته. كده انت بتبقى زرعت بذرة خير، وبذرة الخير دي لازم هتترد لك في يوم من الايام، لان محدش فينا ما بيغلطش. حاجة كمان، ان انت كده بتبقى احترمت انسانيته. عادي ان هو يغلط، عادي ان كلنا بشر. فلما انت بتقول للاخر ان عادي ان هو يغلط وتبقى شايف ان هو من حقه يغلط، ساعتها انت كمان لما تغلط هتبقى نفسك هادية، هيبقى انت رحيم بنفسك، هتحاول تصحح الخطأ من غير جلد الذات ومن غير ومن غير. طيب ما انا لما حد بيجي يقول لي ده انا غلطت في كذا ويا ريتني سمعت كلامك وانا خسرت خساره كذا، ساعتها بيني وبين نفسي كده ببقى مبسوط بنفسي ان انا كان رايي صح، انا عندي وجهه نظر قويه وكذا وكذا وكذا. يعني هتفيد بايه بقى ان انا اتصرف بالطريقه دي وان انا جوايا المشاعر دي؟ المشاعر دي مفيش مشكله منها لو انت وجهتها في الاتجاه السليم، اللي هو بدل ما هتغذي الكبر هتغذي العزه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هحمد ربنا بيني وبين نفسي ان انا بقدر اقدر الامور بشكل كويس. بحمد ربنا ان ربنا الهمني ان انا اقول له الكلام الجميل ده. بحمد ربنا ان ربنا اداني عقل ان انا اشوف الصواب فين، الصح فين، والغلط فين. فبمتن لله عز وجل ان ربنا اداني العقل واداني الحكمة اني بقدر اخد قرارات سليمة. لكن مش بفكر ان انا احسن من الطرف الاخر. كلنا بشر، احترم انسانيتك لانك انسان مش اله. فمن حقك انك تغلط، وطبيعي انك تغلط، وربنا خلقك وعارف انك هتغلط. وكل احترام بتعمله لإنسانية الطرف الآخر، وكل تسامح بتعمله مع الآخرين، وكل مرة كان حد متأزم وانت هونت عليه فيها، ثق ان انت هتحصد الخير لانك زرعت خير.